على فكرة ممكن لمّا تحطّي الجبنة كمان ولقيتيه تقيل ممكن تزوّدي لبن ما فيش أي مشكلة. أهو. أنا كل ده باكلّم أخويا، هو واقف إيه، يعني ريحة الأكل هتجنّنه، هو بيحب الجبن أوي والحاجات دي زيه زي أي حد يعني، كل الشباب كده اليومين دول. بُصّوا حتى إحنا بُصّوا الأكلة دي تعجب الأطفال أوي كمان، تعجب أولادِك جدًا، بانزل بقى بحوالي كوباية جبنة اللي هي المشكّلة الميكس جبن دي، ما عندكيش حُطّي شيدر بس، ما عندكيش حُطّي موتزاريلا، أنا حطيت اللي هي الميكس الجبن دي وحطيت موتزاريلا تمام، هي كل الوقت اللي الصوص ده بياخده في إيه، بُصّوا أنا لقيته تقيل فزوّدت شوية لبن كمان، كل الوقت اللي الصوص ده بياخده في إيه، في التقليب بس. كمان هاجيب حتتين موتزاريلا كده، هي عشان في الفريزر فجامدة، برضه الموتزاريلا دي الأطباء حلوة أوي النوع ده، وبيمُط وجميل ولمّا بتبرد مش بتجلِّد كده، مش بتبقى زي الكاوتش زي الجبن التانية. بُصّوا أنا باقلِّب كل ده على نار هادية. أنا طبعًا ما عنديش اللي هي الشيدر الحمرا، هي اسمها كده اللي هي الشيدر الأورنج الغامق أوي دي اسمها شيدر حمرا، فأنا ما عنديش، والصوص ده لمّا بنجيبه من برّه من المحلات بيبقى لونه أورنج فاتح كده، فأنا هاعمل إيه بقى عشان أخلّيه شبه بتاع برّه بالضبط، هاقول لكم دلوقتي هاعمل إيه. بُصّوا بس لازم صبر، يعني لازم أقلِّب على نار واطية لحد ما الجبنة تسيح تمامًا، شايفين بقى عامل إزاي؟ أهو ساحت أنا باورّيكم أهو ساحت خالص. عشان أخلّيها بقى لونها أورنج أنا ما عنديش شيدر حمرا، فهاعمل إيه، جِبت كركم وهاحط مثلًا نُص معلقة كركم، وهي هتدّيني نفس اللون، أنا باشم بس لأحسن يكون كاري، هو الكركم والكاري لون بعض، بس الكركم ما لوش طعم ولا نكهة، الكاري نكهته قوية، فأنا عشان كده باحط كركم. بُصّوا أهو، شايفين بقى لون الصوص بقى عامل إزاي؟ حلو أوي. عايزة أقول لكم ممكن تحطّوه في برطمان وتعينوه في التلاجة وتبقوا تطلّعوا تسخّنوه في الميكروويف، تستخدموه في الساندوتشات البطاطس، تستخدموه على البطاطس نفسها كده من غير ما تبقى في ساندوتش، على الكفتة، على البانيه، على أي حاجة، كل الولاد بيحبوه. شايفين لونه بقى زي بتاع برّه إزاي؟ هادوقه بقى أشوف أخباره إيه وظروفه إيه كده مضبوط والّا لأ. شايفين قوامه حلو أوي. وأول ما تسخّنيه في الميكروويف بيبقى كإنِّك لسه عاملاه يعني، ممكن يقعد في التلاجة معاكِ لحد أسبوعين. هازوّد حبّة ملح، لقيته ناقص شوية ملح لإنه الجبنة دي مش حادقة أوي يعني. شايفين السهولة؟ ده صوص اقتصادي وطعمه زي بتاع برّه بالضبط ولونه زي بتاع برّه بالضبط وأحلى كمان، يعني أنتِ عاملاه في البيت ومكلّفاه. برّه هُم بيجيبوا الصوص ده بيبقى بودرة كده باودر بيتباع عند السوبر ماركت أو العطار وبيعملوه بلبن أو بمَيّة صدّقوني وكُلّنا عارفين الكلام ده. بيبقى الصوص ده عبارة عن باودر كده وبيفكوه بمَيّة أو لبن وخلاص هو ده صوص الجبنة، ما حدش هيحط لِك فيه موتزاريلا وشيدر وجودة ورومي وكل الحاجات دي. بُصّوا دي الكفتة بقى بعد ما حطيتها في الفريزر حوالي نُص ساعة ترتاح وتتشمّع اسمها كده، حطيت شوية زيت صغيرين خالص في الطاسة ولمّا تسخن أوي هانزل بالكفتة بتاعتي ومش هاقلّبها غير لمّا تمسك نفسها، تمام، يعني مش هاقلبها على الجنب التاني غير لمّا تمسك نفسها معايا. أهو الحلة الصغيرة دي اللي باحمّر فيها البطاطس. عايزة بقى تعملي جنب الأكل ده رز بسمتي أوكي، عايزة تاكليه بعيش أوكي، براحتك زي ما أنتِ عايزة، بس هي أكلة سريعة وحلوة ويعني أولادِك هيتجننوا عليها. بُصّوا دي الكفتة بعد ما طلعت أنا كنت باقسمها بس عشان أورّيها لكم، شوفوا تحفة بجد، ما شاء الله كان طعمها حلو أوي، سيبكم من شكل الطبق أنا ما باعرفش أقدّم الأكل، بس أهم حاجة الطعم، أهم حاجة الطعم وإنه هي ما فكِّتش منّي وطلع طعمها جميل جدًا ووصفة ناجحة جدًا وسهلة جدًا وكلنا بنحبها كبار وصغيرين. بُصّوا عاملة إزاي من جوّه ومستوية وكل حاجة، أنا طبعًا كنت مغطية الطاسة عشان أضمن إن اللحمة تستوي 100%، هي خدت مني 7 دقايق على الناحية دي و7 دقايق على الناحية التانية. وشوفوا الصوص حلو إزاي ولونه أصفر إزاي من الكركم، شايفين الجبنة بتمُط إزاي جوّه الكفتة؟ بالرغم إن إحنا ما حطيناش الشيدر الحمرا، بس التركاية بتاعة حبّة الكركم دي حلوة أوي يعني ادّتني هي اللون الأصفر الجميل أهو بتاع الصوص الجبنة اللي بنجيبه من برّه. بُصّوا بقى ندوق مع بعض، شايفين الجبنة بتمُط إزاي؟ تحفة بجد.
خطيرة، 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 خطيرة. جرّبوا الطريقة دي وإن شاء الله هتعجبكم. يعني هي فكرة سهلة وبسيطة، بس طعمها حلو، يعني ومش بتاخد وقت ولا مجهود زي ما قُلت لكم، وحاجة هتعجب ولادِك جدًا وهتعجبِك جدًا، وممكن تحطيها في ساندوتشات بقى وتقعدي تتسلي كده مع كوباية بيبسي، يا سلام! لو الفيديو عجبكم بقى حطّوا لي لايك، ولو بتشوفوني لأول مرة اعملوا سبسكرايب واعملوا شير عشان القناة تكبر، ولو حد ليه أي سؤال أو استفسار يسيب لي في الكومنتات. يا رب تكونوا حبيتوني وأكون خفيفة على قلبكم. بُصّوا تحفة، والله العظيم إنها كانت تحفة، أقسم بالله تحفة، خطيرة، يعني ناقص بس أنتم تاكلوها وبألف هنا وشفا علينا وعليكم، وأقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.